في واقعة التهام سمكة القرش لسائح روسي في مياه البحر الأحمر. علمت العربيات أن السلطات المصرية قررت اصطياد الحيوان القاتل لمنعه وتجنب قيامه بتكرار الحادث، ولتوفير أقصى درجات الهدوء والأمان والثقة للسائحين من محبي ورواد الرحلات البحرية. وذكرت وزارة البيئة أنه في ضوء ما تم رصده من سلوكيات غير طبيعية من سمكة القرش المتسببة بالحادث، وحقيقة سابعة وقوع حوادث هجوم على البشر من هذا النوع من القروش سابقا، قام فريق العمل المختص بصيد السمكة المتسببة في الحادث لفحصها للوقوف على الأسباب المحتملة لقيامها بالهجوم، وبيان ما إذا كانت هي نفس السمكة التي تسببت في حوادث سابقة أم لا. كما لقي روسي حتفه يوم الخميس بعد أن هاجمته سمكة قرش في مدينة الغردقة الواقعة على البحر الأحمر شرقي مصر. وحذرت الصفحة الرسمية للقنصلية العامة الروسية بالغردقة على فيسبوك الروس من ارتياد الماء، وطالبتهم بتوخي الحذر والالتزام الصارم بقواعد السباحة والغطس المفروضة من قبل السلطات المصرية. ويقول القنصل الروسي في الغردقة فيكتور فوروبايف أن الواقعة صعبة للغاية، وأن الروسي الذي هاجمته سمكة القرش جاء إلى مصر في بداية يونيو الجاري ويبلغ من العمر 24 عاما. يدى فورو بايف لموقع سكاي نيوز عربية أن هجوم القرش حدث للمواطن الروسي في أحد الشواطئ وسط مدينة الغردقة، وكان يسبح ويبتعد عن البر مسافة 35 مترا تقريبا. وأوضح الدبلوماسي الروسي: نتمسك بكافة التوصيات الصادرة عن محافظة البحر الأحمر والهيئات المختصة بإدارة الشواطئ، وأبلغنا كافة المواطنين الروس المتواجدين بضرورة أخذ احتياطاتهم. وقالت وكالة أنباء تاس الروسية أن القتيل من مواليد عام 1999 وكان مقيما في مصر وليس سائحا. ومنعت السلطات المختصة السائحين من ارتياد المياه حتى تأمين المنطقة بشكل كامل. وكشفت مصادر أن الجهات البحرية المختصة في مصر اصطادت سمكة القرش التي قتلت الضحية بعد الواقعة. وكانت مصر قد أغلقت قبل عام تقريبا عددا من الشواطئ المطلة على البحر الأحمر بعد وفاة سائحة نمساوية كانت تبلغ من العمر 68 عاما من جراء هجوم سمكة قرش.